كيفية التعامل مع الرجل أثناء غضبه. يجب أن تعرفي نفسيته جيدا وتراعيها، إذ لا تتحدثين معه في وقت يكون فيه مستفزا أو غاضبا أو متعبا أو حزينا. لاحظي تعابير وجهه وافهميها جيدا. إذا شعرت أن ملامحه فيها غضب أو شدة، أو أنه يتنفس بسرعة أو ينظر بشدة أو يلتفت بقوة، اعرفي أنه على وشك الانفجار في لحظة غضب. تجنبي الاحتكاك معه أو إثارة غضبه. في حوارك معه كوني لبقة واحترميه، لا تستفزيه بالإصرار على رأي ما أو معارضته بحدة أو الاستهزاء به أو بكلامه، بل اطرحي رأيك بلباقة واسأليه عن رأيه باحترام، لأن الإنسان العصبي في حاجة للتقدير والاحترام، وإذا أعطيتيه التقدير اللازم لن يثور عليك بإذن الله. كيف تتعاملين مع زوجك عندما يثور في وجهك؟ في اللحظة التي يغضب فيها بشدة ويبدأ بالصراخ، كوني هادئة ومتماسكة وقوية. انتبهي، فالتوتر وكثرة الكلام والحركة والبكاء والضعف والخوف، كل هذه الأمور ستزيد من حدة غضبه وعصبيته. لا تقفي بخوف وذل، بل قفي أو اجلسي بثبات. انظري إليه باهتمام، ولا تنظري له بحدة، ولا تجعلي نظراتك تبدو بلا معنى وكأنك لا تهتمين به وبكلامه. واستمعي له جيدا وأكدي له أنك تسمعيه، فأشد ما يمكن أن يثير غضبه أن يشعر أنك لا تسمعيه ولا تعرفين ماذا يقول. أشعريه أنك تتابعين كلامه وتفهميه، وأشعريه أنك تقدرين شعوره ولا تتجاهليه. مثلا عبارة أنت غاضب ليه؟ أو هذا لا يستحق الغضب، أو هدي أعصابك، لا داعي لكل هذا. هذه العبارات تشعره أنك لا تقدرين موقفه ولا تفهمين، لذا سيغضب أكثر. لكن عبارة فعلا هذا الأمر يثير الغضب، معك حق، لكن بإذن الله لن يتكرر، ستجعله يهدأ، لأنه سيشعر أنك تقدرين شعوره. لا تناقشي ولا تتنازلي له بسرعة لتسكتيه، بل أجلي النقاش لوقت لاحق بطريقة لبقة. مثلا نتفاهم بإذن الله فيما بعد، أو خلاص بنشوف حل للموضوع بعدين وإن شاء الله بيصير خير. لأن الرضوخ والتنازل الدائم يجعلك تخسرين وتتألمين دائما. واحتسب الأجر في صبرك عليه تلك الساعة، وتذكري أنه شخص أشبه بالمريض، وأن هذه الساعة ستمر وتنتهي بإذن الله. ماذا تفعلين بعد انتهاء ساعة الغضب؟ اجعليه يشعر بأنك متألمة ومتأثرة وحزينة بصمت، لكن دون أن تعاقبيه أو تشعريه بالبغض. حاولي أن تظهر عليك علامات الحزن والألم. بعض الزوجات يتعرضن لنوبات الصراخ والغضب من أزواجهن ويتألمن بشدة، لكنهن يعدن للتعامل مع أزواجهن بشكل عادي، فلا يشعر الزوج بأنها تألمت أو تأثرت. وبعض الزوجات يقومن بعقاب الزوج بعدم الحديث معه أو مقاطعته، مما يدفع الزوج للعناد وافتعال المشاكل معها أكثر، وهذا خطأ. عامليه بشكل جيد بل رائع، لكن اشعريه بأنك حزينة ومنكسرة. هذا سيجعله يشعر بالندم. إذا استطعت أن تتحاوري معه بهدوء فيما بعد، فتحدثي معه عن هذا الموضوع وعن أثره على حياتكما. ساعديه في علاج نفسه، ارشديه لطرق التحكم بالغضب التي أرشدنا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الوضوء وصلاة ركعتين والجلوس أو استلقاء وذكر الله. إذا أردت كسب زوجك العصبي، احتويه بالحنان والعطف والتقدير، وعامليه بلطف، وبيني له مشاعرك وتقديرك، وسترين كيف تستطيعين علاجه بإذن الله. ولا تنسي أهمية الدعاء.